السلام عليكم اعزائي الكرام، كنتمنىكم تكونوا احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكل اللي انضم ليا، كنقول له مرحبا بك. اليوم كما شفتوا غنقدم لكم واحد فطيره التفاح الامريكيه الشهيره. الطريقه ديالي الخاصه كتجي زوينه، كتجي لذيذه، بواحد بالعجين المكسر اللي كيجي مقرمل، كيجي واحد المذاق فيه زوين بزاف. انتم كما كتشوفوا من الداخل كتجي معلكه وناجحه من اول مره تصدق معكم بطريقه مبسطه. غادي نشارك معكم جميع الاسرار ديالها وجميع الخطوات باش تنجح معكم ان شاء الله من اول مره. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم يا رب. هكا الواحد بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا لنا التفاح، بهذه الطريقه راه كتجي زوينه، كنبدلوا لهم عاوتاني وجبات في التفاح. ما نعطيوهمش غير هكا ديسير، كنعطيوهم هكا بحال هكا ديسير، هكا لكوتي المدرسه ولا هكا يفطروا به، ولا راه كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا الشكل ديالها راه تحفه، والمذاق راه روعه روعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما لوليداتكم. نبقاو دابا في المقادير. بالنسبه للمقادير، هنايا المقادير غادي نقسموهم على جوج ديال الاجزاء. عندي هنايا العجينه و ميم طون الحشوه ديال التفاح اللي غادي حتى هي معاها. بالنسبه للعجينه عندي 250 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. عندي هذوك هما كما كنبين لكم النص ديال العجينه والنص ديال الحشوه. عندي نص كاس سكر سنيده، عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي حبه البيض. غادي ندير غير الصفر ديالها، ماشي ما نديرش البيض. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الماء اللي يكون خرجوه من المجمد، يكون بارد مزيان. وعندي ساشيه ديال الفاني وقبيصه الملح بطبيعه الحال. بالنسبه للتفاح غادي نحتاجو هنا 6 تفاحات كبار، غادي نقطعهم هكا مربعات. كاس ديال السكر سنيده، تقدروا تنقصوا الحلاوه. عندي ساشيه د الزهر، تقدروا تعوضوها بسكر فاني. عندي هنا 2 معالق كبار ديال النشا. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه. وعندي هنايا واحد 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الزبده، اولا 50 غرام، كان بالعبار ديروا 50 غرام ديال الزبده. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحشوه. غادي نديروها باش نخليوها تبرد، على خاطرها ضروري خصها تبرد مزيان باش ما تضيع لناش العجينه. كنديروا التفاح، نشوفوا شي هكا مقله ولا شي كاسرول، نديروا فيه التفاح، نديروا فيه معلقه ديال القرفه، نديروا فيه الزبده، هذاك الكاس ديال السكر سنيده، والساشيه ديال الزهر. كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بسكر فاني والنشا. كلشي كنديروا دقه واحده، وكنديروا فوق العافيه على نار متوسطه مع التحرك حتى عادي يتعلق لنا هذاك التفاح، وعادي يتعسل مزيان وما يبقاش فيه الماء. ضروري ما يبقاش فيه الماء، وهذاك النشا اللي كنديروا هو اللي كيخلي حتى الا كان بقى شي ماء ما تضيعلناش هذيك لاباط، كيشربوا هذاك النشا. هنا غادي ندوزو دابا من بعد ما خلينا داك الشيء يتكراميليز هذاك التفاح. غادي ناخذ الطحين، عندي فيه قبيصه د الملحه، نص كاس ديال السكر سنيده، كما قلت لكم 250 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، السكر فاني، الساشيه نتاع الفاني. حتى الا كانت عندكم فاني سائله تقدروا تعوضوها. صافي غادي نديرو مزيان، غادي نحرك ندخل هاك النواشف. من بعد غادي ندير الزبده. بالنسبه للزبده واحد الحاجه اللي ضروريه باش تنجح معكم، ما خاصناش تجي هذا عجين مكسر ماشي عجين مرمل. ما خاصناش ندخلوا هذيك الزبده مزيان مزيان كما كنقول لك. كما كنبغيو نديروا العجين المرمل كنبقاو ندخلوه حتى كيترمل لنا هذاك الدقيق. لا، دابا غير غادي تدخل غير هكا نحسوا، غادي نحسوا بعد الزبده تكون طرف طرف. غادي نبقاو غير هكا غير بصباعنا بحال اللي كنقرصوا هذاك الطحين مع هذاك الزبده غير هذيك الطحين غير هذاك الزبده غير تهرس، تبقى ماشي مشكله، بقات طرف طرف والزبده تكون بارده. صافي غير هكا باليد خفيفه، راه ما كتحتاج شي مجهود. صافي من بعد غادي نضيفوا هذاك الاصفر بيضه، كما قلت لكم صفر بيضه. غادي ندخلو ديما ديما ما ندلكوش، غير اطراف الاصابع هكا. صافي غادي نضيف الماء كما قلت لكم بارد جابده من المجمد. بالنسبه لهذاك نص كاس نقدروا ما غاديش نحتاجوه، راه ما غاديش نديرو كله، غير بشويه حتى غادي تجمع لنا. كما قلت لكم شوفوا كما كتشوفوا غير كنعبز العجينه، راني ما كنعجنهاش، غير هكا بحال اللي كتعبزوا هكا العجينه، كتجمعوها ما بين يديكم حتى تحصلوا على العجينه اللي تكون متماسكه، ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه. صافي هكا كما كتشوفوا بحال هكا، غير كنمشي وانا كنجمع حتى يتجمع لي العجينه. ها نتوما باش تنجح معكم هاد العجين ما كتدلكوهاش.
صافي هنا هاني جمعت العجينه كما كتشوفوا. صافي دابا غادي ندير لها نديرها في البلاستيك الغذائي، وغادي نديروها ضروري تبقى في الثلاجه في البروده ساعه، اقل حاجه ساعه، حتى الا كانت اكثر ماشي مشكل تكون حسن، اقل مده تبقى فيها هي ساعه. صافي ندير بلاستيك غذائي نديرها تبقى ساعه على ما هذاك التفاح يتكراميليزا، تكون شويه بحال هكا تكراميليزا ويخليوه يبرد، خص ضروري يبرد باش ما يقطعناش العجينه. صافي كما شفتوا نغلفوها بلاستيك غذائي ونديروها في الثلاجه. بالنسبه للتفاح نتاعنا من بعد ما تعسل، هانتوما شفتوا كي كيجي الشكل ديالو، كيجي هذيك لاصوص خاتره وكيجي هو زوين. في هذه المرحله من بعد ما يبرد تقدروا تزيدوا عليه هكا واحد 3 المعالق ولا 4 ديال اللوز مقرمل ومهرمش اولا الكركاع، كيجي فيه غزال بزاف. هما هنا اكتفيت به هكا، ما بغيتش ما درت حتى شي اضافه. صافي غادي نخليه يبرد على ما ارتاحت العجينه ونرجع باش نسرحها معكم. هنايا من بعد ما دازت ساعه ارتاحت العجينه، الحشوه بردت. خديت واحد ناخذ يا بلاستيك الغذائي يا ورق الطهي، ونعدي نرشو واحد شويه استعانه غير شويه دقيق هكا باش نسرح العجينه. صافي غادي نبدا كنسرحها نديرها ما بين جوج ديال الورقات اولا ما بين جوج ديال البلاستيكات غذائيين. صافي غادي نسرحها. بالنسبه للمول انا جبت المول ودهنته بالزبده وغادي نرشو بالدقيق. هنا المول عندي فيه 30 سنتيمتر باش كتجينيش انا مقاده 30 سنتيمتر. هنا سرحت العجينه تكون متوسطه، هانتوما كما شفتوا ما تكونش رقيقه بزاف. صافي غادي نقلبها في هذاك المول، هانتوما كما كتشوفوا بهذه الطريقه، راه طريقه سهله. هانتوما داك الورق اولا البلاستيك راه كيعاوننا بزاف. صافي دابا كنبقى ماشي كنحاول نهبطها مع الجناب، وانا هانتوما كما كتشوفوا كنهبطها باش تاخذ لي الشكل ديال المول. بالنسبه هنا درت انا مول زجاجي، الا كان عندكم المول اللي عنده هذاك القاع كيتحيد حتى هو كيكون احسن، غير هذا راه حتى هو كيكون مزيان. صافي ماشيه وانا كنسرح مزيان. هنا بالنسبه واخا تقطع لكم شي بلاصه راه ماشي مشكل، غادي نقلعوا شي طريف من الجنب ونعمروها. هنا صافي من بعد ما قاديتها وشدت الفورمه ديال نتاع المول، كنجيب واحد السكين وكنحيد هذوك الجوانب اللي زايدين. بالنسبه لهاد الجوانب اللي زايدين كنديروا مرصو فوق مرصو ونجمعوهم، ها نتوما كما كتشوفوا بحال هذا الشكل. صافي هكا ونجمعوهم بلينا هما اللي غادي نزينوا بهم من الفوق، ما ندلكوهمش. هنا ها نتوما كما كتشوفوا بلاصه جاتني رقيقه، زدت فيها واحد شويه ديال العجينه. صافي وسوديتها هنايا. صافي من بعد ما قديتها كناخذوا واحد الفورشيط وكنتكوها هكا واحد شويه باش ما نتفاداو انها تطلع. صدقوني هاد الفطيره راه كتجي لذيذه بزاف. هنا التفاح من بعد ما برد غادي نشدو وغادي نخويه فوق هذيك العجين. حتى حاجه ما تضيع، كلشي نخرطوه. صافي كندير لينا هذاك لاصوص راه جات لذيذه، جات معلكه بزاف. هذاك الماء ديال لو جو تاع التفاح اللي نزل هذاك النشا خترو وخلاه جا معلك جا زوين. صافي هنا كنحاولوا نسرحوها بشكل متساوي. كما قلت لكم تقدروا تضيفوا الكركاع راه كيجي زوين بزاف معاها. هكا غير طريفات هكا واحد 2 معالق ولا 3 ديال الكركاع هكا مهرمش. صافي كنسرحوها. من بعد غادي نجيب العجينه اللي كنت شاطلي، غادي نسرحها فوق ورق الطهي حتى هي كما سرحت الاولى. هانتوما كما تشوفوا كما سرحت الاولى تكون رقيقه. بالنسبه لي انا غنستعمل هاد الجراره اللي تعطي لك الشكل بحال الشبيكه. ما كانتش عندكم رابط ما ديروا غير السكين، ديروا اشرطه وتبقاو هكا كديروا اشرطه هكا في واحد في شكل الجهه، ومن بعد تقلبوا الجهه الاخرى باش يجيونا الاشرطه بحال يعطيونا بحال دي بتي كارو. صافي هنا انا نقاد هذه العجينه بحال هكا. صافي وغادي نهزها ونخويها فوق من لاطارط، هذه فوق من التفاح. هانتوما كما كتشوفوا هنا دفعتها بزاف
غادي نولي نجبدها غير بشويه. كنستعملوا غير الخاطر مع بحال هذا الشكل، لان العجينه طريه، ومع هذاك الشبيكات باش يبقاو لي بحال هكا. كنحاول نقادهم مع الجناب هكا كما كتشوفوا بشويه باش يعطي لك الشبكه. هي الشبكه كتجي عشوائيه راه كتجي زوينه. هنا غير الخاطر غير بشويه. كما قلت لكم اللي ما عندوش هاد الجراره هكا اللي هاد الشبكه، يدير غير اشرطه ويدير الصف الاول هكا اشرطه اشرطه حتى كيسالي، ويولي يخلي واحد الفراغات ما بيناتهم، بحال يدير شريط يخلي القياس ديال شريط ويدير شريط اخر، من بعد كيدير الجهه الاخرى بالعكس ويولي يديرهم هكا باش يجيو بحال يعطيونا دي بتي كارو. صافي من بعد ما غادي نقادهم بحال هكا، غادي نجيب عاوتاني السكين وغادي نحاول نحيد هذوك الجناب اللي شايطين لي مع اللي شاطو اللي هاودين مع الجنيبات. ومن بعد غادي نضغط عليهم بالاصابع. ها نتوما كما كتشوفوا كنحيد هذوك الزوائد تاع العجينه. في هاد الاثناء انا الفران مسخناه مزيان. غادي ندير هاد بالنسبه لهاد المول، انا ديما اي كيكه ولا باش كنتفادى انها طيب على خاطرها ما تحرقليش من التحت، كنجيب شي صينيه اخرى وكنحشي فيها، غادي نخشي فيها هاد المول، غادي ندخلها للفران، غادي نشعل عليها من التحت حتى عادي تبدا تحمر لي مع الجناب وتحمر من التحت، عاد نهبطها لتحت نحس بها طابت، عاد نهبطها من تحت تاخذ لي داك اللون محمر هكا دوغي ونخرجها. انا كنقاد هذوك الجنيبات هكا، نشوف الجنب اللي جاني زايد كنحيدو. غادي ناخذ واحد الاصفر ديال بيضه ندير فيه واحد شويه د الخل، وغادي ندهن بها هذوك الشبيكه من الفوق هكا، ولا هذوك خويطات الا كنا درنا خويطات ندهن لها الوجه ديالها. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي ندهنها صافي وندخلها للفران حتى تحمر وتاخذ اللون الذهبي ديالها، ونرجع باش نوري لكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. صدقوني راه كتجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه، كتحمر الوجه هكا مع الضياف اولا الوليدات. ها نتوما الشكل ديالها النهائي هذا هو كما شفتوا، جا اللون ديالها مذهب، جات زوينه مقرمشه من برا، والداخل هذيك التعليكه ديال هذاك التفاح كتجي لذيذه بزاف. هانتوما من داخل كي كيبان لكم هذاك التفاح راه تعسل عاد على ما كنا معسلين، وحنا كنديروا لك التعسيله في الاول غير باش ما يطلقناش الماء وما يجيش مزيان. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش اللي التحق بيا جديد يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده وباش تنوسعوا دائره ديال الحباب ديالنا. وشكرا بزاف بزاف على الكومونتير الزوين اللي كتخليو لي، وعلى لي لايك، وعلى المشاهدات اللي كديروا لي، وتا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بسلامه.